مساء الخير. النهاردة هنعمل مع بعض فطاير اسفنجية وهشة جدا وبحشوات مختلفة ولذيذة جدا. المقادير معايا كده على طول: كوباية مية دافية بحط فيها معلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وبدوبهم كده مع بعض وبشوف، يعني انا كده بختبر الخميرة، بشوفها الخميرة دي مظبوطة معايا ولا لا. اول ما بتعمل فقاعات كده فكده الخميرة مظبوطة معايا جدا. وبعدين بقى بحط تلت كوباية من السكر ورشة من الملح، نص معلقة من الملح ومعلقة كبيرة من الخل، وادوبهم مع بعض. انا بدوب كده لحد ما السكر يدوب خالص معايا. ومعايا ربع كوباية من الزيت وكوباية من المية الدافية، ومعايا 5 كوبايات من الدقيق. بنزل بالدقيق تدريجيا واقلب. بشيل كده المعلقة بقى وابتدي اعجن بايديا، وبنزل بالمية تدريجيا. اتمنى ان انت تحطي لي لايك للفيديو، ولو لسه ما اشتركتيش معايا في القناه تشتركي وتفعلي الجرس على الكل عشان ينزلك كل فيديوهات الجديده. بنزل بالزيت كده، يعني انا بعد ما الدقيق اختفى معايا بنزل بالزيت شويه بشويه عشان يخلي العجينه يلمها معايا ويخليها ما تلزقش في ايديا وتتعجن بسرعه وتبقى ناعمه جدا. فعلشان كده انا خليت الزيت للاخر وبنزل بيه تدريجيا. طبعا الكوبايه انا اخدتها كلها ما عدا معلقه، يعني فاض في الكوبايه معلقه ميه فقط لا غير، فانت ممكن تاخديها كلها وممكن يتفضل معاكي دي. وبعد كده بدهن بقى وش العجينه بالزيت وبغطيها واسيبها لحد ما تختمر ويتضاعف حجمها بالشكل ده. اول ما بتختمر ويتضاعف حجمها بالشكل ده شوف العجينه كده مرنه معانا وحلوه جدا لانها معجونه كويس ومخدومه كويس في العجن، فبتلاقيها مرنه ومطاطه معاك. بقطعها بقى الى كور صغيره بالشكل ده. الكرة دي حوالي 40 جرام. بقطع كل العجينة كور بالشكل ده، يعني هي كور صغيرة مش كبيرة زي ما انتوا شايفينها كده. هقطع كل العجينة، يعني انا قطعت جزء من العجينة وهشتغل وبعدين هقطع الباقي وهكمل الباقي. بغطيه بس اللي انا قطعته ده عشان ما ينشفش من الوش فوق. وباخد اول كرة انا عملتها وهبتدي نشكلها. بتبتدي تعمليها تفرديها بايديكي كده او بالنشابه، مفيش مشكله. بتفرديها الاول دايره صغيره وبعدين تديها فرده بالطول بالشكل ده. وبعدين بجيب سكينه او قطاعه زي كده وبقطع من فوق بس مش للاخر زي ما انتوا شايفينها كده. ومعايا الحشوه بتاعتي. اول حشوه دي قرفه، معلقه من القرفه ومعلقه من السكر مقلباهم على بعض، ومعلقه من السمسم، يعني معلقه من القرفه ومعلقه من السكر ومعلقه من السمسم، كل دول معلقه صغيره ومقلباهم مع بعض وبحشي بيهم الحشوه دي. شوفوا شكلها جميل جدا. ان بصي الحشوه دي حلوه جدا. حابه تحشيها ماشي، حابه تحشي احنا هنحشي برضه حشوه حادقه وهنحشي حشوه تانية، يعني اي حشوه انت بتفضليها تحشيها. حابه تحشي مربى ماشي، حابه تحشي مكسرات زبيب مجموعه يعني من المكسرات وتحشيها ماشي. حابه تحشي الحشوات اللي انا هحشيها دلوقتي ماشي، يعني اي حشوه بتفضليها هتبقى ماشيه معاكي في العجينه دي. شوفوا انا بفردها الاول دايره وبعدين بالطول وبحط الحشوه.
حشوة القرفة بتبقى جميلة جدا، بس ما كترهاش، يعني من كل نوع معلقة صغيرة زي ما انا قلت، معلقة صغيرة من السكر والقرفة والسمسم. بلفها، بعد ما بلفها رول بالشكل ده بروح مقفلة كويس جدا من تحت. دي اول حشوة اللي هي حشوة القرفة. طبعا انا الصينيه مجهزاها مدهناها بالزيت، وبرص فيها بالشكل ده، وبرص على بعد مسافات عشان لما يختمر ما يتلزقش ببعض. بقطعها بالشكل ده. وبعدين دي حشوة خضار كانت موجودة عندي، فانا بحشيها فيها برضو. وتقفلي، فعلشان كده بقول اي حشوة موجودة عندك او بتحبيها فينفع ان انت تحشيها فيه. يعني بص، عايزه اقول لكم الفطاير دي شكلها حلو جدا، وغير كده ان هي بتبقى هشه، وينفع ان انت تحشيها اي حشوه سواء حادقه او حلوه. يبقى دي حشوه خضار، اي خضار موجود عندك او اي حشوه بتحطيها فيها. طبعا العجينه لو بتلزق معاكي بتدي رشه من الدقيق عشان ما تلزقش معاكي. في شوكولاته نباتيه، شوكولاته صيامي برضو بتحشي بيها لو متوفره عندك. مش متوفره زي ما اتفقنا ممكن تحطي مربى، ممكن تحطي زبيب ومكسرات، اي مكسرات برضو بتحبيها تحشيها فيها. بعد ما عملتهم بقى كلهم بالشكل ده، رصتهم في الصواني وسبتهم في الصينيه مره كمان لما يختمروا لحد ما يتضاعف حجمهم. يعني بصوا انا كان في الاول حجمها صغير، لما سبتها اختمرت اتضاعف حجمها بالشكل ده. وبعدين بقى بجيب معلقتين من العسل الاسود، على بحط عليهم معلقتين من الميه وادوبهم مع بعض وادهن الوش ده بديل للبيض. بتدهن الوش، على فكرة هو مجرد ان هو بيدي لون حلو في التسوية بس من فوق، لكن هو طعمه ولا لونه ولا ريحته ولا اي حاجة مش بتبقى باينة خالص، هو مجرد ان هو بيديكي لون بس. وباخدها بقى في الرف اللي في النص، بحطها على درجة حرارة 200، واول ما بتستوي بطلعها اغطيها على طول، بغطيها واسيبها لما تبرد خالص، وهتبقى معايا بالشكل ده التسويه المظبوطه عشان تطلع معاك. اهم حاجه ان هي ما تطولش في الفرن، بتاخد من حوالي تلت ساعه لنص ساعه بالكتير جدا. يعني هي يفضل كمان ان هي ربع ساعه او تلت ساعه عشان ما ينشفش معاكي في الفرن، فتاخدي بالك من الحته دي عشان تطلع معاك. شوف الحشوات جميله جدا ازاي، والفطاير طلع معايا اسفنجيه وهشه جدا، هتنفع معاكي للفطار وللعشاء. ايه رأيكم في الهشاشة؟ تحفة بجد. يعني هتبقى حاجة كده موجودة عندك في البيت، تحتاجيها في الفطار في العشاء، هتعجبك خالص، وكمان هتعجب يعني ولادك معاكي، هياخدوها منك وهيطلبوها منك على طول، لانها فعلا طالعة هشة واسفنجية جدا. وكل اللي هيعمل يعني كل ما تعملي الطريقة دي هتعجبك، لانها سهلة وشكلها حلو جدا. يلا بقى حطيلي لايك للفيديو، وباي باي في فيديو جديد.